اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض حاجه حلوه كده. ايه هي الحاجه الحلوه دي؟ مش حاجه حلوه حلويات، لا حاجه حلوه، اكله جميله. ولا هنقول عليها كبيبه غمراوي، ولا هنقول الكبيبه الكوابري، ولا هنقول كفته رز، ولا هنقول الكفته بتاعه المنصوره. يعني ناس كتير بتعملها وبتعملها بمكونات هي ولكن الطريقه بيبقى فيها من بلد للتانيه او من ناس لناس تركايه بسيطه كده. يعني هو بيبقى الفرق، ولكن هي مضمونها في النهايه واحد. تعالوا بقى بينا نشوف موضوع الخضره اللي انا جبتها. شويه الخضره الصغيرين دول، تخيلوا شويه الخضره دول ب 20 جنيه. متخيلين؟ يعني انتم متخيلين المنظر ان شويه الخضره دول يبقوا ب 20 جنيه؟ ما علينا، مش مشكله. يعني احنا هنشوف ايه ولا ايه ولا ايه، ولا هنقول على ايه ولا ايه، فما فيش مشاكل. النهارده بقى تعالوا يا حبايب قلبي نقول المكونات على طول. انا عندي هنا كوبايتين او كوبايتين ونص رز، زي ما انت حابه او حسب ما انت حابه يعني. وعندي هنا بصلايه كبيره. طبعا انا كان في بصل مبشور فاخدت منه كميه، يعني بمقدار بصله كبيره. وعندي هنا الخضره الحلوه الجميله ام 20 جنيه دي. وعندي هنا حوالي ربع كيلو فراخ. طبعا انا بعملها بفراخ زي ما انتم عارفين، عشان انا موضوع اللحمه بالنسبه لي هنا في مشكله في البيت، فاحنا اكلنا كله معظمه فراخ. فهنا ربع كيلو في صدور فراخ. وعندي هنا قرن فلفل مفروم. وعندي هنا معلقه توم. دي الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الايه الوصفه بتاعتنا. الرز انا غسلاه مش نقعاه، بس انا غسلاه ومصفياه كويس قوي قوي. تمام. تعالوا بقى بينا نشوف انا طبعا ما عنديش شوربه، يعني انا حاليا ما عنديش شوربه. فما عنديش شوربه، طب انا هسكت على كده؟ لا طبعا مش هسكت، هنعملها وهقول لكم هعمل ايه عشان تديني طعم الشوربه بالظبط في قلب الوصفه بتاعتنا. يعني حاجه كلها بسيطه بسيطه بسيطه. تمام. اول حاجه هعملها هجيب الايه الكبه عشان أشوف. هنا حبايبي زي ما قلنا هنجيب الايه البصل. شويه الخضره دول اللي غايزيني قوي بصراحه. البصل، وهحط عليه اهو ربع كيلو الفراخ، وهحط عليه الثوم، وهحط عليه قرن الفلفل، سواء الحاجات دي مطحونه او مش مطحونه او مفرومه او لا، فكل ده هيتفرم تاني في قلب الكبه تاني يعني. وهبتدي بقى احط شويه الخضره الجمال زي ما قلت لكم، اللي هم عاملين معايا ازمه. يلا، ولا ازمه ولا حاجه بقى، ربنا يعديها على خير. ابتدي بقى احط شويه الايه من الخضره، اقطعها اهو. انت براحتك بقى، شبت، بقدونس، كزبره، شبت بس بقدونس انت حره، وانت الخضره اللي انت تحبيها حطيها. انا حاطه الايه الثلاثه بصراحه مع بعض كده. تمام. وهبتدي بقى زي ما قلت لكم انا ما عنديش شوربه، فهنستعوض ده اهو. احط مكعبين مرق دجاج او ثلاثه، دول هيغنوا عن الشوربه لان هو هياخدوا طعم الايه الشوربه. كفايه ثلاثه. وهحط بقى هنا شويه كمون، وهحط شويه فلفل اسود اللي انا ما طحنتوش كويس، وهحط بقى شويه ملح ومش هكتر الملح، يا دوب ابقى عارفه مقدار الرز ومقدار الايه الحاجه اللي انا حطيتها عشان ما تطلعش حادقه مني. تمام. وهحط معلقه بيكنج باودر تقريبا يعني عشان تطلع معايا هشه كده وجميله. كل المكونات دي اضربها الاول. حطيت كل حاجه اهو. ماشي. هنزود شويه بهارات دلوقتي. اقول لكم انا هحط شويه بهارات فراخ، بس البهارات دي سبايسي فما فيش مشكله، لان انا عندي برضو الاغلبيه مش هياكلوا منها، فايه احطهم لي انا. تمام. كده حبيبي. ابتدي بقى اضرب المكونات بتاعتي دي كلها في الكبه الاول كده. حبايبي حبايبي كده الخليط بتاعنا اهو. هنشوف انا عندي ايه بقى. عندي طبعا الرز. ابتدي بقى في مرحله تانية لسه هنعملها، بس ايه واحده واحده. هنزل بالخليط ده كله كده اهو على الايه الرز اهو. خليك انت هنعوزك تاني دلوقتي. وهبتدي بقى هقلب الرز بتاعي. طبعا انا تفاديا بقى ان هو يفك مني او حاجه، هو لو كده قعدت اعجن فيه شويه حلوين هيبقى ان شاء الله متماسك وكويس. ولكن هعمل ايه؟ اشمعه كده مع بعضه بايدي، او ارجع تاني في قلب الكبه اللي انا عملت فيها الخليط بتاع الفراخ بالخضره بالبصل بالثوم، وابتدي اخده ضربتين ده يعني واحده واحده كده، بحيث ان هو بس يبقى ايه متماسك مع بعضه. تمام اهو. سهل جدا يعني. نرجع بقى زي ما احنا، ولا غسلناها ولا عملنا حاجه اهو. انزل بقى في الكبه بتاعتي، اشمعه جامد بقى او اخليه يبقى متماسك شويه عشان لما اجي ايه اشكله يكون ماسك في بعضه. تمام اهو. نقلب دول عشان مش متقلبين كويس اهو. ونفضي مكان عشان هنحط اللي اتعمل هنا وناخد دول تاني. برضو اضربهم وهخلص بقى وارجع لكم تاني. كده حبايب قلبي خلاص
خلصنا الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده اهو. شايفين الجمال؟ والله الريحه قبل ما نسوي وقبل ما نعمل اي حاجه فظيعه 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 اهو. تمام. تعالوا بقى بينا نعمل ايه. هنحط كده شويه جزر اللي اتبقى عندنا، هحطهم في ارضيه الايه، الطاسه بتاعتي او الحله بتاعتي او اللي انا هعمل فيها او هسوي فيها. وهنا قطعت طماطمايه بشويه توابل كده، احطها هنا في الارضيه. اللي حابب بقى يحط بصل يحط، ولكن انا حاطه بصل كتير في الايه الوصفه بتاعتي او في العجينه نفسها، حاطه بصل كتير، فانا مش محتاج ان انا بقى ايه احط بصل. تمام. يعني الشكل بجد رائع 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 اهو كده حبيبي. دي الايه اللي احنا هنسوي فيها. تمام. ادي بقى نسيب ده، انا علقت على الكتل عشان الميه تكون مغليه. زي ما قلت لكم انا ما عنديش شوربه، وحطينا عوضا عنها مرقه الايه الدجاج. تمام حبايبي اهو. شايفين؟ ارص بقى الكبيبه، الكفته، زي ما انتم عايزين تسموها سموها حبايب قلبي. تمام. ارصها كده. الطماطم دي هتدي طعم وهتديها في النهايه لون حلو قوي، هتشوفوه معايا. طبعا هي متماسكه ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما بتفكش مني وانا بشكلها زي ما انتم شايفين اهو، ما بتفكش خالص وجامده وجميله اهو كده حبايبي. ريحه الخضره ما زعلش انا ان الخضره دي ب 20 جنيه بجد، ريحه الخضره جميله قوي. تمام. هخلص بقى الايه التشكيل بتاعها كله وبايدينا بقى، ولا جلافز ولا حاجه. احنا بنشتغل، كل واحد بيشتغل في مطبخه يعني ايه، ما بيلبسش جلافز ولا حاجه يعني، كلنا ذلك يعني او هذا. تمام. هخلص بقى الكميه كلها كده حبايبي. خلاص خلصنا زي ما انتم شايفين بالشكل السهل البسيط ده. واللي هيقول لي الفراخ قليله، احنا عاملينها كفته اقتصاديه، يعني احنا عاملينها باقل المكونات. ليه باقل المكونات؟ عشان يبقى متاح لنا ان احنا نعمل كل حاجه، مفيش حاجه تقف قصادنا. بربع كيلو فراخ، بربع كيلو فراخ مفيش عندي مشكله. هحط بقى شويه بهارات فراخ بتدي طعم جميل قوي معايا، والميه طبعا من الكتل. تمام. هبتدي بقى انزل بقى بالميه كده، ميه مغليه. ما ينفعش احط ميه او الشوربه ما ينفعش احطها ساقعه، لازم تكون مغليه. تمام كده حبايب قلبي اهو. هغطي عليها وهروح بقى احطها على البوتاجاز ونشوف التسويه بتاعتها بعد ما تخلص هتبقى عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين اهو بدات ايه الشوربه تبقى من الطماطم عامله ازاي وبدات تغلي. هوطي عليها بقى خالص وهسيبها لحد ما تستوي كاني بسوي رز. حبايب قلبي كده طلعنا او خلصنا الكوبيبه بتاعتنا بالشكل الجميل ده. تمام. شايفين؟ عايزين نشوف بقى دي طالعه حلوه ولا طالعه مهريه ولا ايه نظامها بالظبط. تمام. هنبتدي نجيب الطبق اللي احنا هنحط فيه الايه الكوبيبه الكفته زي ما تسموها سموها. تمام. ما شاء الله ما شاء الله. شايفين متماسكه ازاي اهو. اطلعها بالراحه كده عشان هي لسه المفروض سخنه، المفروض اسيبها شويه لما ايه تهدى عشان مفيش حاجه فيها تتكسر. بس هي ما شاء الله ما شاء الله ولا في واحده فيها طالعه مهريه، كلها ما شاء الله طالعه سليمه زي ما انتم شايفين كده اهو. بس هو المفروض انتظر عليها شويه لحد ما ايه اهو. اوبا انا اللي هكسرها على فكره، يعني المفروض ان انا انتظر شويه لحد ما ايه تهدى عشان ما تعملش مني. طبعا الطماطم دي مديه طعم ومديه يعني تيست حلو قوي للكوبيبه بتاعتنا، فوق زي تحت اهي مفيش فيها اهو يعني ولا واحده مكسوره. تمام. هنا الطماطم هي بالجزر اللي احنا سبناها دي خلاص احنا اخدنا اللي احنا عايزينه منها وانتهى الحوار. برضو انا بقول لما نستنى لما تبرد شويه، بس برضو يعني حتى لو ما بردتش فهو زي ما انتم شايفين المنظر الرائع بتاعها عامل ازاي. تمام. مفيش ولا واحده فيها مهريه ولا واحده فيها اتكسرت ولا حاجه خالص. تمام كده حبايب قلبي. كانت الكوبيبه بتاعتنا او الكوبيبه الغمراوي او اللي هي الكوبيبه الكوابري او الكفته بتاعه الرز، ليها مسميات كتير قوي. اتمنى حبايب قلبي لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا جرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى ما تنسونيش في اللايك ومشاهده كامله عشان القناه مش هتكبر غير بيكم ومعاكم ان شاء الله رب العالمين. اتمنى اشوفكم دايما على خير. حبايب قلبي شايفين الطبق الجميل الرائع ده؟ ده ايه؟
حذروا فزروا ايه؟ هقول لكم مش هحيركم معايا. ده ممكن نقول كوبيبه غمراوي، كوبيبه كوابري، كوبيبه كفته رز، كفته بتاعه المنصوره، اي مسمى ليها. عملناها بطريقه اقتصاديه قوي 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 قوي. وتعالوا بينا شوفوا الفيديو وهتتبسطوا فعلا، لانها طريقتها سهله قوي قوي قوي، وما خدتش مننا وقت وما خدتش مننا تكلفه كتير. عملتها بطريقه سهله وبسيطه وغير مكلفه. اللي حابب يشوف الفيديو يتفضل تعالوا معايا ونوروني باللايك الجميل بتاعكم، وما تنسونيش مشاهده كامله حبايب قلبي. تعالوا شوفوا الفيديو، يلا بينا.